مساء الخير يا جماعة. عمرك سمعت يا بلدينا عن عادات تتطلب بكاء العروس لمدة شهر كامل قبل الفرح؟ أو جيت تتقدم لواحدة بتحبها فسألك أبوها يا ترى أنت متجوز شجرة قبل كده ولا لا؟ لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. أو اتقدمت لك شوربة الزبالة يوم الفرح؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ أو اتفاجئت بعروستك يوم الفرح وهي حلقالك زربطة، لا وكمان أبوها تفف لك عليها. يبقى نحمد ربنا على النيش ابو 18 دور والشبكه والجايمه، لان في ناس عندهم عادات هتخليك تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه. وقبل ما نشوف العادات دي ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان الكلام يحلو. لا 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 لا. في الصين وريني شطارتك في العياط. في قبيله في الصين اسمها توجيه. الجواز هنا مش بيبدأ غير لما العروسة تعيط شهر كامل قبل الفرح، مش عشان العريس طلع بخيل وجلدة ولا عشان أمها قالت لها خلي بالك من حماتك، لا الموضوع غير كده خالص. ده جزء من العادة، كل يوم ساعة كده والدموع من القلب، وبعد أول أسبوع أمها تنضم ليها وبعدها خالتها وبعدها الحارة كلها لحد ما يبقوا أوركسترة عياط وهاتك يا نواح وشحتفة. تخيل كده لو العادة دي عندنا هنا، العروسة هتعمل ايه؟ دي كانت هتعمل عزا قبل الفرح. ومن الصين للهند الجواز من شجرة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أما في الهند وما أدراك ما الهند، عندهم عادة غريبة أوي، اللي هو لو البنت اتولدت منجلة، لا مش مجنونة يعني اتولدت في يوم منحوس زي التلات مثلا. الله، وانا مالي يا لمبي؟ معرفش بس أنا بحسه كده يوم منحوس، يعني فيما يعرف بعيد المريخ، أو لو اتولدت بتأثير من كوكب المريخ حسب علم التنجيم الهندوسي. يعني المنجلة لازم تتجوز منجلة زيها، يعني المنجلة لو ما اتجوزتش شخص منجلة هتخلي حياته أندلة وهتموت. يا إما لو حبت تتجوز شخص عادي لازم تتجوز قبله شجرة أو حيوان، بحيث لو اللعنة جت تلبس في الشجرة أو الحيوان وما تصيبش جوزها. طبعا إحنا مش هنستغرب، دي الهند يا جدعان، الهند. كينيا البصقة الميمونة. في كينيا العروسة يوم الفرح بتحلق شعرها زيت وبتدهن راسها بالكامل بدهن الخروف والزيت. يعني تخيل عروستك حلقالك زلبطة وحطلك لية خروف على راسها، ويا ريتها جت على كده وبس، لا ده كمان الحاج ابو العروسة بيتف على راسها وصدرها عشان يبارك لبنته ويحسن من حظها. ده لو عايزها تتطلق مش هيعمل كده. ألمانيا كسر الصحون مش بس في الخناقات، أما في ألمانيا الموضوع كله عن كسر الصحون. يجيبوا صحون جديدة ويكسروا فيها كلهم سوا، مش بس كده وكمان بيخلوا العروسة والعريس ينظفوا الصحون اللي اتكسرت دي وكل اللي عملوه المعازيم. بيقول لك ده بيجيب الحظ السعيد. اصحى يا عم، اصحى وخلي بالك لان جراني يجرالك. اصحى يا منطقة، احنا نبطشية بس صنايعية، احنا نبطشية بس صنايعية. الله. كوريا الجنوبية الضرب أساس المسؤولية. في كوريا الجنوبية العريس لازم ياخد شوية ضرب على رجله، إما بالعصاية أو بسمكة جافة عشان يتأكدوا إنه راجل وقد المسؤولية. ولو في واحد صاحبك وجاي جملك كنت هتلقى صاحبك جاي جملك بالشومة، تقدر تقول كده بيمسوا عليه في رجله. وطبعا كلنا عارفين احنا هنا بنمسي على العريس ازاي، بس هو في تحية صغيرة من مصر. اندونيسيا ممنوع دخول الحمام لمدة 3 أيام. في قبيلة تيوغنغ في أندونيسيا العروسة والعريس ممنوع يدخلوا الحمام لمدة 3 أيام بعد الفرح. زي ما سمعت كده، بيقول لك ده بيضمن ليهم حياة سعيدة. تخيل لو ده حصل عندنا في مصر، أول خناقة هتكون ريحة مندي يا ولاد المندي. رومانيا خطف العروسة. في رومانيا العريس وأصحابه بيخطفوا العروسة من أهلها كنوع من التقاليد، وأهلها لازم يدفعوا فدية عشان يرجعوها. الحقوني يا ناس، انا مخطوفة.
يا ترى لو العادة دي عندنا تفتكري أهلك كانوا هيدفعوا لك كام فدية؟ اسكتلندا وسخ عروستك. في اسكتلندا بيجيبوا العروسة ويبدأوا يرموا عليها حاجات وحشة، طين، بيض، سمك، وأي حاجة ريحتها سيئة. لو عدت الاختبار ده تبقى جاهزة للجواز. تخيل لو العادة دي عندنا هنا، أم العروسة كانت هتزعل قوي وهتقول لهم الفستان إيجار، ده احنا مخلين أخوها رهن في الكوافير. منغوليا، اقتل كتكوت الحب. في منغوليا العروسة والعريس لازم يمسكوا كتكوت ويقتلوه مع بعض كدليل على اتحادهم، ويطبخوا الكتكوت ده كأول وجبة ليهم. انتوا بتعملوا ايه؟ بنقفش في الفراخ. فرنسا، شوربة الزبالة. في فرنسا أصحاب العريس والعروسة بيجمعوا بواقي الأكل من الفرح وبيلموا الحاجات دي كلها ويعملوا لهم خلطة بيضة ويحطوها لهم في طبق على شكل تواليت، كبانيه يعني. كابانيه في حد ما يعرفش الكابانيه. وبيجبروا العروسة والعريس يشربوا منها عشان يباركوا حياتهم. موريتانيا عايزينها تبقى بقر. في موريتانيا الموضوع مختلف، عندهم الجمال في الحجم، يعني العروسة لازم تكون تخينة جدا، بيقولك لو رفعتها على الكرسي بسهولة تبقى مش مناسبة للجواز، فبيعملوا معسكرات أكل للعرايس عشان يوصلوا للوزن المطلوب. اديني كمان صينية، أصلي بحبه قوي وعايزاه يبقى من نصيبي. شفت بقى؟ اهو الجواز طلع بسيط عندنا، شوية بكا من الحما على نيش ب 18 دور، على شوية طلبات تعجيزية، بس على الأقل محدش طلب مني أتجوز شجرة، ولا أقابل عروستي وهي حلقالي زربطة يوم الفرح، ولا أشرب شوربة الزبالة. قولولي في الكومنتات أنهي عادة من العادات دي مستعد تعملها لحبيبتك. امشي يلا، امشي غور، امشي يا ابني. ولو حبيتوا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، عشان الجواز محتاج دعم نفسي ومادي زي ما انتوا عارفين.